السلام عليكم. عداء ديدان مختار، عداء منتخب وطني في اختصاص سباق 100 متر والقفز الطويل. أنا بديت هذه الرياضة سنة 2005، كنت اكتشاف تاع الشيخ يوسف بوجلطية. كي بديت الرياضة هذه بديت في إعاقة بصرية، كانت عندي إعاقة بصرية، دخلت معاهم في إعاقة بصرية من 2005 حتى 2014. كنت نشارك بطولة وطنية، من هكذا نشارك بطولة وطنية. ومن بعد كان الشيخ يوسف اكتشف بلي عندي إعاقة ثانية، وهي إعاقة حركية اللي كانت سببت في، كانت عندي كنت صغير، كان في عمري 6 موا، كانت قاستني الحمى، وهي اللي كانت السبب في الإعاقة البصرية تاعي. وكانت تواسات لي شغل إعاقة حركية هذه ما كانش تبان شغل، ما تبانش عليا. كنت اكتشفت على الشيخ يوسف، وكنت جوست عند اخصائيين، بعثني عند اخصائيين، عند امين خلادي والدكتور حسين اللي نحييهم. كنت جوست عندهم وكانوا اكدوا لي بلي عندي هذه الاعاقه. ومن بعد رحت لتونس، جوست عند كلاسيفيكاسيون انترناسيونال وين كانوا كونفيرماو لي بلي عندي اعاقه، وعطاو لي 4 سنين كلاسيفيكاسيون. أنا بديت الألقاب تاعي مع النادي مستقبل الجزائر اللي نحييه، هو اللي كنت مع أول نادي اللي كنت معاه ومازال لي معاه لحد الآن، النادي مستقبل الجزائر. والألقاب تاعي كانت بطولة وطنية، كنا نشارك بطولة وطنية، 3 ميداليات ذهبية في البطولة، سباق 100 متر، 200 متر، وسباق قفز طويل. وكانت أول مشاركة تاعي اللي شاركت في الألعاب العالمية مع المنتخب الوطني في إعاقة حركية تي 36. كنت حصلت على ميداليتين ذهبيتين في البرتغال، هذه المنافسة الأخيرة. كانت أول مشاركة لي مع المنتخب الوطني في الألعاب العالمية هذه شهر نوفمبر هذا اللي فات. وكنت شاركت في سباق 100 متر وتحصلت على ميدالية ذهبية، وشاركت في سباق قفز طويل وتحصلت على ميدالية ذهبية. والآن أنا في تحضير البطولة العالمية اللي ستقام في فرنسا بباري في هذا العام 2023، وإن شاء الله تكون إنجازات إن شاء الله، والألعاب الأولمبية إن شاء الله القادمة اللي تكون في سنة 2024 إن شاء الله. كنا في تحضيرات تربص اللي كان عندنا في هذه الفترة الأخيرة، كان عندنا مدة تربص 15 يوم في مدينة الشلف. وكنا مع المدرب تاعي يوسف بوجلطية وعدائين سفيان حمدي وسيد علي بوزوري اللي حضرنا لهذا الآخر، اللي عنا نحضروا الملتقى الدولي الجائزة الكبرى دبي اللي حتكون في شهر فيفري هذا، من 26 فيفري إلى غاية 120 فيفري. وبعدين راح تكون هذه هي اللي حتأهلنا للبطولة العالمية اللي راح تكون في شهر أوت 2023. هذه اللي دبي جائزة كبرى هي اللي حتأهلنا لهذه البطولة إن شاء الله كما يقولون. بعد مور بطولة عالمية كاين أهم منافسة اللي هي الألعاب البارا أولمبية اللي كل رياضي يحلم باش يشارك فيها، وإن شاء الله نكونوا متأهلين للألعاب البارا أولمبية، وإن شاء الله نتأهلوا. الرياضة هذه ذوي الهمم، أنا كيفاش راني نشوف فيها شخصيا، الرياضة هذه من قبل كانت كما نقولوا حنا شغل ما كناش نعرفوها، لكن دوكا ولينا نعرفوها مليح، لأنه عباك النيفو تاعها طلع، الناس ولا تعطي لها أهمية كبيرة في الاخر تاعها. العدائين من قبل كانوا شغل ماشي كما نقولوا حنا شغل ماشي معطين لها أهمية، بصح دوكا عطاو لها أهمية كبيرة، لأنه عباك الناس ولا تتحدى الاعاقه تاعها، والناس كيما نقولوا ولات شغل كيما نقول لك كان عندها عجز، لكن الان الناس ولات تتحدى الاعاقه تاعها وتحقق القاب وتحقق ارقام قياسيه، لانه رانا نشوفوا ارقام خياليه تقريبا تقدري تقولي كما الاصحاء، لانه كاين عدائين ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم ارقام قويه جدا في بعض الاختصاصات. وهذه اللي راهي تشجع الرياضيين، وكي نشوفوا ابطال حنا نزيدوا نتشجعوا باش نزيدوا نخدموا، باش نزيدوا كما نقولوا حنا ان شاء الله يكون. ونشكروا الاتحاديه الجزائريه الحاليه اللي عاونتنا بزاف، خصوصا انا عاونتني بزاف في هذه الفتره، ونشكروها ونحيوا رئيس الاتحاديه وجميع اعضاء الاتحاديه الجزائريه ذوي الاحتياجات الخاصه. الطموحات تاعي هي رانا كما نقولوا نمشوا درجه بدرجه. دوك انا الطموحات تاعي كنت الحلم تاعي اني نشارك في بطوله عالميه،
واللي راه ان شاء الله راح تتحقق في البطوله العالميه تاع 2023. وبعدين نخمو ان شاء الله في الالعاب بارا اولمبيه اللي راهي جايه. وقلت لك الحلم الكبير هو الالعاب بارا اولمبيه اللي راهي جايه، ان شاء الله نكونوا مشاركين، وان شاء الله تكون عندنا اول ميداليه بارا اولمبيه 2024 هذه، مع الشيخ تاعي يوسف بوجلطيه اللي نحييه، اللي راه يعمل معايا وكما نقولوا احنا بكل الجهد تاعو وطاقه، وان شاء الله نفرحوه وما نخيبوش ان شاء الله.